بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا صباح الورد والنور على احلى اخوات ومتابعين. كل سنه وانتم طيبين وبخير دايما يا رب. رمضان خلاص بقى على الابواب. ابواب ايه ده؟ هو بقى على الباب، تفضل له خبطه ويخبط علينا. ده الليله الجايه ان شاء الله سحور. كل سنه وحضراتكم بخير وفرحانين باولادكم يا رب العالمين. يجي علينا وعليكم بالخير دايما يا رب وعلى الجميع باذن الله تعالى. طبعا احنا كلنا بنحب نعمل تفريزات وتجهيزات لشهر رمضان. ان شاء الله النهارده انا هوريكم شويه تجهيزات بسيطه كده بحب اعملها قبل رمضان بيوم او يومين. بتسهل عليا الدنيا. طبعا كلنا بنحب نعمل التجهيزات او التفريزات دي عشان خاطر بتبقى الدنيا سهله علينا واحنا صايمين. طبعا ما هي ست الشاطره كده او الستات الشاطره بتحب ايه تسهل عليها الوقت والمجهود وتحب تكون فايقه البيتها وبتجهز ما تبقاش الدنيا مكركبه عليها. انا دودو ودي قناتي من المنصوره. اتمنى منك كده تشتركي في القناه وتعملي لايك للفيديو. ولو اول مره تشوفيني كده ايه اكتبي لي في التعليقات كده انت بتتابعيني من اي بلد. دي حاجه بتبسطني وبتفرحني جدا جدا. طبعا انت لو عايزه اي سؤال اكتبي لي في التعليقات عن اي حاجه انت ما بتعرفيش تعمليها او بتطلعش معاكي مظبوطه قولي لي وانا هقول لك عليها ان شاء الله على طول. اذا كنت حابه تدمسي الفول في البيت عايزاه يطلع ناجح وجميل ومن غير ما يسودي معاكي اكتبي لي وانا هقول لك ازاي. اذا كنت بتحبي تعملي الزبادي في البيت وتطلع معاكي متماسكه وكريمي اكتبي لي ان شاء الله في التعليقات وانا هقول لك ازاي. اي حاجه تحبي تساليها عايزه تعمليها في البيت وما بتطلعش مظبوط او ما بتطلعش ناجحه معاكي اكتبي لي ان شاء الله وانا هرد عليك على طول. والطريقه اللي انا هقول لك عليها بتكون طريقه جميله جدا وناجحه مليون في الميه. تعالوا يلا نخش المطبخ بقى ونشوف انا عملت ايه في تفريزات شهر رمضان. او مش هي تفريزات، هي تجهيزات بسيطه كده انا عملتها. وكل سنه وانتم طيبين وبخير وبسعاده يا رب. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتكتبي لي انت بتتابعيني من اي بلد. تعالي يلا نخش المطبخ ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي وزيدي النبي صلاه. يا جماعه تعالوا ما اقول لكم انا بجهز ايه لشهر رمضان قبلها بيوم كده. حاجات بسيطه طبعا بنحب نعملها قبل رمضان بيوم. طبعا كلنا عارفين ان اول يوم هو المحشي. ايوه هو الراعي الرسمي على سفره شهر رمضان هو المحشي والبط او محشي وفراخ او محشي ولحمه على حسب امكانيات اي حد بتحب تعملي ايه جنب منه. طبعا لازم نجيب الكرنبايه قبلها بيوم. احنا بصوا يا جماعه انا كست مصريه بحب اجيبه في يوم واسلقه في يوم وبحشي في يوم وبناكله في يوم. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. مش عارفه في ناس بتعمل زي كده ولا لا. طبعا انا اشتريته امبارح والنهارده طبعا سلقته اهون ولسه طبعا هقطعه. وبعد كده بحطه في مصفى وبحطه على ايه على شبكه التلاجة لاني تاني يوم بصبح ايه الفه. ما بحطوش خالص في قلب الفريزر. انا من الناس ما بحبش الكرنب في قلب الفريزر متفرز خالص. لا الوقت بوقته بجيبه وبناكله وخلاص. يعني انا جبته امبارح سلقته النهارده وبعد كده هقطعه وبحطه في مصفى. طبعا المصفى بيكون تحتها طبق وبعد كده بقوم مغطياه وبسيبه على رف التلاجة لغايه تاني يوم لما بعمل التسبيكه بتاعته. وبعد كده ببدا احشيه. ماشي صلوا على النبي يلا واشتركوا في القناه. وكل سنه وانتم طيبين وبخير دايما يا رب. انا هنا طبعا جبت الفول اهون. دي فوله بلدي احسن نوع. وكنت عامله لك ايه فيديو كمان عن الحاجات دي عن الفول التدميس. افضل نوع هو الفول البلدي. بتجيبيه بيبقى ملحم كده. ايوه يا جماعه البلدي يوكا بجد. حتى في الفول حتى في الفول الفوله بتكون ملحمه كده وجميله وما بتحسيش بطعم القشره فيها خالص اهون. طبعا احنا بننقيه وبسيبه وطلع على قد الكميه اللي انا بعملها. ابدا اغسلها وبعد كده انقعها وبعد كده احطها في قدر الفول. بضيف عليه هنا الفول المدشوش اهو. طبعا كلنا عارفينه اهو بتاع الطعميه. وبضيف عليه شويه كمان من العدس الاصفر. وبضيف عليه نص ليمونه بقشرها وكمان طماطمايه وفصين من الثوم. كده بيبقى يطلع معاكي احسن واحلى جميله. دي احسن طريقه وبتبقى جميله اول قوي يعني قوي للتدميس بتاعه الفول. بجد بيبقى تحفه وطعمه وريحته في منتهى الجمال. معايا هنا بالنسبه للبلح اهو. انا جبت البلح. كان في متابعه جميله سالت ان هي بتقول لي ايه مثلا انا اكسر الفول اغسله واعينه ولا اكسره وبعد كده وما اطلعه باغسله. يعني انتوا فاهمين سؤالي؟ ايوه انا هرد عليها واقول لها بصي انت بتجيبيه بتكسريه وبتعينيه بتشيلي طبعا البذره اللي جواه. وطبعا بتعينيه في قلب كيسه من بتاعه التلاجة وبتسيبيها في باب التلاجة. بتطلعي الشويه اللي انت هتعمليهم بتغسليهم. يعني ما بينفعش يتغسل بعد ما تكسريه وتعينيه في التلاجة. لا انت بتغسلي الكميه اللي انت هتبلها النهارده وبقيه الكميه بتعينيها في التلاجة متكسره في قلب الكيس مقفول عليها من غير غسيل. يعني انت بتطلعي شويه بتغسلي الشويه اللي انت هتبلهم النهارده. تمام كده صلوا على النبي يلا واشتركوا في القناه وكل سنه وانتم طيبين. طب تعالي هنا بالنسبه للبهارات. بصراحه انا جبت طبعا شويه بهارات بس انا بعملها بطريقه حلوه قوي. انا بجيب البهارات هنا
وببدا احطها في هنا في البرطمانات الصغيره. شايفين بيبقى مكتوب على الكيسه اللي انا جايبه منها البهارات، طبعا احنا جايبين كميه كبيره يعني كذا نوع، بتبقى مكتوب مثلا هي ايه، اللهم صل على النبي، مكتوب هنا قرفه عشان ما تتلخبطش في قلب الحاجه دي بالتيكت اللي بيبقى جاي من نفس المحل. هو المكتوب هنا قرفه، ببقى سايباها بالكيس اللي جواها والتيكت بتاعها كده، ما بتلخبطش في البهارات بتاعتها خالص. هنا مكتوب مثلا اهو، بتبقى الحاجه باينه. هنا قرفه هي المطحونه، بتبقى باينه لي هي، وما تلخبطش في نوع البهار اللي انا بكتبه اللي انا ببقى عايزاه. هنا مثلا ايه دي، ايه دي، حبهان اهو، مكتوب عليه حبهان اهو. شايفه الطريقه دي حلوه قوي، لان في ناس كتير بتتلخبط من انواعات البهارات وتقول لك بتبقى كلها فعلا شبه بعض. دي بابريكا مدخنه، ببقى سايبه التيكت بتاع البهار اللي انا جايباه من الكيس من عند العطار زي ما هو، بحطه كده في قلب البرطمان في الكيس كده. الطريقه دي حلوه قوي، ما تخليكيش تتلخبطي. انا هنا عملت هنا كمان الطحينه البيتي اهي، دي ما شاء الله هي الطحينه البيتي اهي، انا عاملاها في قلب البيت ولا بتفصل اي حاجه. لو انت عايزه الطريقه طبعا اكتبي لي في التعليقات. طعمها حلو جدا وريحتها حلوه، وبترمي لك كميه كويسه جدا اهو. وطبعا انا عملت هنا شويه من الشربات، بس هو لسه اهو اهو، شايفه هو لسه دافي. طبعا لما بيبرد اكتر من كده بيتقل وبيبقى معاكي ايه، حلو جدا اهو، شايفه اهو. وما عمره ما بيسكر معايا لما بعمله بالطريقه دي. طبعا انا غسلت القدره بتاعه الفول عشان خاطر ابدا الليله الجايه ابدا ادمسه. وطبعا انا غسلت هنا الكوبايات، انا بعمل زبادي بيتي في قلب البيت بالحله، والله العظيم بطريقه 25 سنه. بحط الزبادي في قلب الحله كده، الكوبايات في قلب الحله، واحط عليها ميه مغليه واغطيها واسيبها لتاني يوم، بتبقى متماسكه. وبعد كده بحطها التلاجة، بتبقى جميله وتحفه جدا. دي تجهيزاتي البسيطه لشهر رمضان او لاول يوم رمضان باذن الله تعالى. هبدا ايه، اجيب البهارات بتاعتي عينها، اعمل شويه شوربات، ببدا اجهز الفول للتدميس، ببدا اكسر البلح، ببدا اجهز الكوبايات اللي انا بحب اعمل فيها الايه، الزبادي. وطبعا بنعمل الايه، المحشي قبلها بليله بصراحه، وبسيبه في التلاجة برده كده على الرف. بتصبحي تاني يوم بتبقى الدنيا سهله وبسيطه معاكي. تعملي بقى مثلا شويه قطايف، شويه كنافه، بتبداي تسلقي الفرخه بتاعتك جنب المحشي، وبتقضي يوم الجميل. بيبقى صلاه وعباده طبعا وذكر الرحمن. ربنا يتقبل منا يا رب العالمين، وما بنبقاش واقفين وقفه كتير في ايه، المطبخ، وكمان ما نتعبش واحنا صايمين ولا نجهد نفسنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.